تأسيس السباكة وازاي احنا بنبدأ بتأسيس السباكة، لأن تأسيس السباكة دي مهمة جدا. ده أول صنايعي بيدخل الشقة، هو ده اللي بنرفع معاه الشرب بتاعنا بتاع الشقة بميزان الليزر، عشان نقدر بعد كده كل حاجة في الشقة يبقى فيها تفصيلة للمكان المناسب بعد الشرب. والسباك دايما نركز ان هو يعمل التأسيسات بتاعتنا زي ال2 دي اللي احنا اللي المهندس واقف بيقول له كل تفصيلة فيه بنفس المقاسات بتاعة ال2 دي، علشان خاطر تطلع كل حاجة مظبوطة في الآخر. وكمان الشكل صناديق الدفن، مثلا لو هيعمل صندوق دفن يبقى متقفل عليه كويس بشكل شيك، ومواسيره كل حاجه متنظمه بشكل مناسب. مش معنى ان هو تاسيس ما يبقاش يبقى هيبقى تحت الارض، لا، احنا كمهندسين واقفين في الموقع دايما بنركز ان احنا نطلع شغل هندسي حتى لو في التاسيس، علشان خاطر شغلنا يبقى مميز وشكله شيك. حتى لو هو في تاسيس بس برضه بيبقى لمسه المهندس موجوده في في السباكه.